مش عارفة أبدأ الحلقة دي إزاي النهاردة. أنا النهاردة معايا رحاب رمزي. رحاب رمزي هي اللايف كوتش بتاعتي وصاحبتي قوي في نفس الوقت، فربنا يستر من القعدة دي. رحاب هي كوتش للتقدير الذاتي والثقة بالنفس. هي مؤمنة إن كل ست من حقها إن هي تحب نفسها. هي بني آدمة مليانة طاقة حب وتفاؤل، وعندها طريقة لذيذة قوي إن هي بتوصل أي معلومة صعبة بخفة دم تخليها سهلة. هي بتحب تعرف نفسها ككوتش التفاؤل، ومؤمنة إنه علشان خاطر نسعد اللي حوالينا محتاجين نحب نفسنا أكتر شويتين 3. أهلا أهلا أستاذة رحاب. اهلا إيه الأخبار؟ الحمد لله عاملة تمام إيه؟ الحمد لله. ايه كله الكلام تمام؟ الحلو ده؟ بجد؟ ايوه أحب صدقته بجد. طيب أنا أحب ميرسي يا كده دنيا. أعرف في الأول يعني بالعكس يعني تستاهلي أكتر من كده. ربنا يخليك. في الأول كده قوليلي، أنتي بتحبي تشربي قهوة ولا شاي الصبح؟ القهوه الاول. أوكي. قهوه اكتر. بتاخديها بقى كده في قعدة روقان الصبح ولا في مج العربية وانزل العربية واجري وجري وكده؟ لا 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 لا، القهوه ما تتشربش كده ابدا. بتتشرب ازاي القهوة؟ القهوه احكيلي. ليها رونق كده يعني، وليها جمال يعني. لا طبعا القهوه الاول انا مش بحب اشربها على طول كده، لازم اهدى كده شويه الاول اشرب ميه وعارفه انتي شغل ميه وليمون والكلام ده. أيوة. انا بحب كده شويه، وبعدين افطر حاجه خفيفه وبعدين اشرب القهوه بتاعتي. وكل ده لازم يحصل في جو هادي قبل ما نبتدي نجري ونروح للعالم الخارجي بقى يعني. فكل ده لازم يحصل في هدوء الاول، وناخد نفس كده ونبتدي ننطلق ان شاء الله يعني. طيب بتحسي ان ده بيفرق معاكي في اليوم يا روبي؟ جدا جدا طبعا. يعني انت عارفه انه هو كل حاجه بتيجي بالتمرين وبالتدريب كده. انت عارفه عني ان انا بحب دايما ان انا بفصل الواي فاي قبل ما بنام. ايوه. ما بحبش صوت النوتيفيكيشنز والحاجات دي. ولما بيبقى في حاجه مهمه قوي، لو في حد عايز يقول حاجه رهيبه يعني، او لا قدر الله في حاجه، هيتصل مش هيبعت مسج يعني. فعشان كده بفصل الواي فاي تماما. وزي وانا ببقى نايمه فاصله عن العالم تماما، بحب لما اقوم ادي نفسي فرصه اكون برضو فاصله عن العالم تماما. والوقت ده بيبقى حسب المتاح يعني. لو انا ورايا حاجات ومستعجله وكده، الوقت ده ممكن يبقى نص ساعه بس. لو لا مش ورايا حاجات كتير، لا الوقت ده ممكن يقعد ساعه وشويه كمان يعني. ادي نفسي حق وبراح كده استحقه الحمد لله. حلو قوي. المهم ان هو موجود يعني، بغض النظر يومك لازم. هيبدأ امتى. اتعودت عليه كان لازم ان انا اتعود عليه، وده كان قرار. لقى صعوبة شوية في الأول. انت عارفة اللي هو أول ما بنقوم من النوم إيدينا بتاكلنا على الموبايل كده، أنا ونفتح عارف. ونشوف فيه إيه ايوه انا وبتاع. عارف. لا يعني الموضوع كان صعب شوية في الأول لحد ما اتعودت، وبعدين لقيت إنه مش فارقة. أنا كده ممكن فعلا أفضل سايبة الواي فاي ومفيش حاجة مهمة يعني. نص ساعة إلا ربع مثلا ولا حاجة حسب الوقت المتاح. ففرق معايا جدا طبعا. فرق في مزاجي عموما، والمود كده اللي بكمل بيه اليوم. يعني هو بيأثر في اليوم، لانه لو بدأتي بالإحساس ده طبعا كل حاجة بتجر بعديها بقى بقية اليوم. ده أساسي. بصي انتي أول ما بتستعيدي وعيك كده وقبل ما تفتحي عينيكي، اليوم بالنسبة لك بيبقى زي الدومنة كده. عارفة أول ما تزقي أول واحدة بتجر وراه. أيوة. هو كده. أيوة. وعموما عقلنا وجسمنا بيشتغل بالمومنتم، اللي هو يعني إيه، انتي اديتيله فكرة هيكمل عليها بقية اليوم. هيشتغل. عارفة زي المقادير كده، ما اديكي مقادير وأقولك اعملي لي حاجة معينة، طبخة معينة. أيوة. هي نفس الفكرة كده. انت رميتي ايه لعقلك الصبح؟ رميتي له ان احنا مستعجلين ومتوترين وقلقانين والحق وقوم واجري، هيكمل لك بقيه اليوم كده. رميتي له فكره انه بالراحه كل حاجه بتخلص، وواحده واحده كده ونهدى، رغم ان انت وراكي بلاوي. انا عارفه وراكي بلاوي يعني. والناس هترن دلوقتي وناس هتجري وراكي وبتاع. بس انت لو رميتي له فكره انه بالراحه كل حاجه هتخلص وبهدوء لحد ما تخلصي اللي انت نفسك تعمليه، الحاجات اللي انت عارفه انك بتحبيها وهتفرق في يومك، المود هيفرق تماما بقيه اليوم. ده حقيقي ده حقيقي. أنا عشان كده لما بصحى الصبح بحس اللي هو محدش يكلمني في مسؤوليات ويلا هنعمل ايه، ادوني بس ساعه بالظبط. ولا مشاكل ولا حاجه، نتناقش في كل اللي انتوا عايزينه، مش هتخلص. بالظبط. انتي الفتره دي من حياتك حساها فيها جري ولا فيها هداوه؟ بصراحه هو المفروض ان فيها جري. اوكي. بس القرار في ايدي والريموت بتاعي. انا اللي لازم امتى اوقف
اصل يعني احنا حوالينا كلنا عارفين ان احنا دلوقتي الدنيا حوالينا عامله زي رسم القلب كده، طالع نازل طالع نازل وبسرعه بسرعه بسرعه، ولازم تتجاوبي. وفي حاجات ظروف بتبقى غصب عنك، انت مش كل حاجه في ايدك، في حاجات غصب عنك. طب انا ايه اللي في ايدي؟ اللي في ايدي ان انا اهدي نفسي او اوتر نفسي واقلقها. فطول ما انا بجري بختار الوقت اللي امتى اروح دايسه بوز فيه. هوقف امتى؟ انا هوقف دلوقتي. هوقف اعمل ايه؟ هعمل اي حاجه انا بحبها. كان ليا واحده صديقه كده لطيفه يعني يومها المفروض ان هو عندها شغل وعندها حاجات ويومها كله جري. في مره بتحكي لي انه وهي رايحه طريق شغلها وهي عارفه ان في مشاكل مستنياها هناك ومتوتره جدا، هو قدرا كده طريق شغلها على الكورنيش، هي مش في القاهره يعني، على الكورنيش. فوهي ماشيه قررت انها فجاه طب انا هقف استمتع بقى غصب عن اي حاجه في الدنيا. وقفت فعلا، ركنت عربيتها وقفت على الكورنيش وقررت ان هي هتفصل لمدة 10 دقايق تبص للبحر والسماء بس. تأمل، بحر وسماء وذكر. وسبحان الله لقيت جنبها حاجة زي نصبة الشاي كده، طلبت منهم كوباية شاي، وقفت شربتها في خلال 10 دقايق. ده فرق في بقيه يومها، رغم ان هي نازله مستعجله جدا متوتره جدا، مكلمينها في الشغل ان هي متاخره وراها حاجات وفي تاسكس لازم تخلص ومش عارفه ايه، بس هي قررت انها هقف دلوقتي هاخد ال10 دقايق دول لنفسي، انا استحق ده فهعمله طبعا. فوقفت اتحكمت في كل الافكار اللي وقفت بقت تنط في دماغها بسرعه لمده 10 دقايق بس. فرق جدا في بقيه يومها. قدرت لما تروح تواجه المشاكل والزعيق والخناق والحاجات والكلام ده كله، بس اديت وقت لنفسي. فكانت مبسوطه جدا بان هي عارفه انه انا استحق. انا استحق ده. انا عاجبني ان انتي بتقولي ان التحكم في ايدك والريموت كنترول في ايدك، لان في ناس كتيره جدا عندها الفكر بتاع اللي هو مش في ايدي، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش لاحقه، انا ما عنديش وقت، انا مش عارف، يعني فاهمه كده طول الوقت. بس لا فعلا احنا بس لو خدنا قرار وفكرنا انه انا اقدر اخد ال10 دقايق دي او نص ساعه في بدايه اليوم، فبقيت يومي هيبقى احسن بكتير وجوده يومي هتبقى احسن بكتير. مظبوط. حلو قوي. انا عايزه ارجع بيكي شويتين 3 لورا كده. يلا بينا. اوكي. الجيرني بتاعتك في الكوتشنج، انتي وقت ما قررتي تبداي حاجه زي كده، احكي لي كان ايه هو المحفز او السبب ورا القرار اللي خلاكي تتجهي الاتجاه ده، وبعد كده قولي لي ليه تخصصتي او حبيتي ان انتي تتخصصي في حته اللي هو كوتش التفاؤل. طيب هو يعني قبل ما ارجع لورا شويه كده، حته الكوتشنج ليه بالذات الكوتشنج فيه حاجه حلوه قوي، مهاره الاستماع. بيدربك على مهاره الاستماع، الصبر. ودي حلوه قوي للناس اللي ما بتعرفش تسمع كويس، الناس اللي بتتكلم اكتر وبتحكم اسرع. الناس السريعه دي الكوتشنج بيربيها. حبيت. فانا كنت محتاجه اتربى في المهاره دي. أوكي. ما كانتش عندي المهاره دي. فليه حبيته بقى؟ هو اولا هو بدأ عن طريق صديقة، يعني صديقة هي لايف كوتش وبتحب المجال جدا جدا يعني، فمن كتر ما هي بتتكلم هي حببتني فيه. فطيب اوكي تمام، اخد الخطوة؟ لا استني شوية، هو انا ينفع للخطوة دي ولا ما ينفعش؟ هو انا الموضوع شكله حلو بس بالنسبة لي كده ولا ايه؟ طب هو انا فاضية اصلا للكلام ده ولا مش فاضية؟ ما انا عشان برضو يعني ما احطش نفسي في حاجة وخلاص. اولا لما بدأ عندي احتياج، لما حسيت ان انا محتاجة اعمل ده. اولوياتي، رتبت الاولويات عندي، انا ده تمام بالنسبة لي دلوقتي ولا لا في حاجات تانية. لما بدأ يبقى عندي وقت ان انا اعرف ادي وقت لنفسي وبعدين ادي للناس، لقيت انه انا محتاجة ده دلوقتي قوي. اولوياتي تسمح ان انا ينفع دلوقتي اعمل ده. اوكي تمام. وصلت الاكستريم كده معين في ان انا لا شايفه نفسي ولا عارفه اديها وقتها وده مأثر على اللي حواليا، رغم ان انا كان بالنسبه لي طريقه تفكيري انه ايه، طالما انا بايعه بقى نفسي كده واللي هو انا بعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه وبرضي كل اللي حواليا ومش عارفه ايه، هم برضو مش راضيين، هو في حاجه مش عاجباهم عشان انا مش عاجباني. فده قادر يوصل لهم انه انا مش عاجباني فبالتالي انا مش عاجباهم. طب لا نرجع بقى شويه كده، طب انا محتاجه اعمل ايه؟
انا محتاجه اعمل كذا وكذا وكذا، وهنا عرفت طريق الورقه والقلم تاني، كتابه. الجورنالينج. رجعت ابتدي اكتب تاني انا محتاجه ايه، انا اولوياتي ايه، هو انا ليه مش عارفه قيمه نفسي كده، هو يعني ايه اكتشف نفسك، ايه ده يعني ايه، كان اول مره اسمع حاجه يعني ايه اكتشفي نفسك، يعني ايه اعرفي قيمك، يعني ايه اعرفي مميزاتك. الدنيا واخدانا في طريق بنجري فيه بسرعه ومهام لازم تخلص، واحنا مش شايفين بقى قيمه نفسنا ايه، ولا عايزين نرضي كل اللي حوالينا، وده ما بيحصلش خالص. ونعمل كل اللي نفسهم فيه، وانا إيه نفسي في ايه مش مهم. فعملت، كنت انا كلاينت بقى، يعني كنت انا بقى هنا انا معاها الكلاينت، هبتدي بقى اشتغلي بقى معايا ونبتدي مع بعض. فبدات معاها جلسات الكوتشنج، هي اللايف كوتش بتاعتي، وانا بدات اشتغل معاها. لما الدنيا وضحت وخدت وقتي، حسيت انه انا محتاجه اخد وقت، هو انا مستعجله على ايه، انا بالراحه لازم اخد وقتي عشان اعرف نفسي الاول، عشان بعد كده اعرف اساعد الناس. فخدت الوقت ده فعلا، وكنت معاها كلاينت الحمد لله، وبدأنا سيشنز كتير وخلصنا. عرفت ساعتها انه لا، انا محتاجة ده فعلا. بدأت اتعرف بقى على الكوتشنج ويعني ايه وازاي، واقرا هنا واجمع هنا واعمل سيرش هنا، لحد ما قررت انه لا، هاخد ده وهاخده عن طريق مكان موثوق فيه، ودرست فعلا وخلصت، وخدت بعد كده انا ACC كوتش ومن ICF وتمام، وعملت المنتورنج بتاعي وخلصت كل خطواتي، وهنا بدأت الخطوات، يلا ننطلق بقى. حلو. فبدأت أساعد الناس الأول قبل ما اتخصص في ان انا يعني ايه حته التفاؤل تدخل معايا في الشغل وكده. طيب انا ممكن اساعد الناس في ايه؟ هساعد الناس في الجزء اللي انا كنت بعاني منه، اللي هو يعني ايه اكتشفي نفسك، يعني ايه اعرفي قيمه نفسك. حلو قوي كمان. عشان ما يبقاش الموضوع بس فيه تعاطف وخلاص، لا، انا فاهمه لما بتجيلي واحده تتكلم معايا ومش فاهمه يعني ايه قيم، ويعني ايه تكتشفي نفسك، ويعني ايه نقاط قوتك، ويعني ايه الكلام ده، انا قادره افهمها، انا مش مستغرباها لان انا كنت زيها. فبعرف اساعد بتعاطف اكبر. طبعا هو اللايف كوتش المفروض انه يبقى محايد يعني، بس في حته انسانيه ما ينفعش اتجاهلها، ما ينفعش اقول ان انا بس لازم اعمل كذا لا ماشي اوكي، هي الاثكس دي اوكي تمام وموجوده وكل حاجه، بس يا جماعه في حته انسانيه. فانا تعاملت بانسانيه اكتر من انا عارفه انها من المفروض ان احنا نتعامل بيها، بس انا بحب اتعامل بيها اكتر. واحده واحده وصلت اكتر لموضوع الثقه بالنفس والتقدير الذاتي. اكتشفي نفسك، اعرفي نفسك، واعرفي انت محتاجه ايه، اولوياتك واحتياجاتك وكل حاجه عن نفسك. وبعد كده نبتدي بقى ايه، هنتفائل ازاي، هنبتدي بقى ايه بقى هنكمل ده ازاي. احنا مبسوطين وبنضحك رغم ان احنا بنضرب على دماغنا عادي يعني عادي. بس بدأت بقى حاجات صغيرة كده في النص، غير السيشنز اللي هي البرايفت 1 to 1. ممكن اعمل مثلا تشالنجز، مثلا مجموعة من السيدات، ممكن نعمل ورك شوب، حاجة تخصصي فيها جزء التفاؤلك. واكتر حاجة ممكن تخلينا نتفائل يعني انه انت تبقي عارفة عن نفسك الحاجة اللي انت بتحبيها، عارفة تو دو ليست كده، اعملي هابينس ليست. انا عارفة الجملة دي. انا عارفه الجمله دي، اعملي هاتي ورقه واكتبي لي أيوة. الحاجات اللي بتبسطك، يروح عقلي مهنج بقى في اللحظه دي. هابينس ليست. مش كل الناس الشوبينج بيبسطها، صح. في ناس فنجان قهوه لنفسها يبسطها، في ناس قاعده مع صحابها تبسطها، في ناس تبص للسما كده تتبسط، يعني في ناس كل حد عنده حاجات تبسطه. صح. فبرضو فكرة التميز والاختلاف دي حاجة مهمة جدا، انك تتقبلي انك مختلفة عن الآخرين. مش عشان صاحبتك شوبينج بيبسطها يبقى انت كمان شوبينج هيبسطك، انت كمان عندك حاجات اكيد تبسطك. دوري عليها واعرفيها، هتتبسطي. اول ما هتلاقي نفسك المود بيبتدي يتغير هتروحي لها على طول، وتقدري تدي بقى في الحتت التانية كمان اللي حواليكي يعني. طبعا طبعا الصحبة هنا ليها عامل مهم جدا جدا جدا. فكرة انك تحوطي نفسك بصحبة مش شكاية صحبة مش طول النهار بتشتكي وبتتضايق، صحبة ما فيهاش إصدار أحكام، يعني أمان بالنسبة لك، دايرة أمان. انت لما تتكلمي أو تفضفضي أو تحكي حاجة هم دايرة أمان، محدش هيتريق عليكي ومحدش هيسخر منك والكلام ده. مش ماتيريال اللي حد يطلعك بيها على المسرح يعني. مفيش الكلام ده. أيوة.
فالصحبة هنا ليها دور مهم جدا. عشان كده بقول دايما لكل واحدة بتبقى معايا في سيشن او فورك شوب، دوروا على الصحبة. وده انا حاولت اعمله، يعني ان انا بحاول اعمله، او هقدم كورس او هقدم ورك شوب، انه المجموعة دي يا جماعة ما تتسابش بقى، نعمل مع بعض كده جروب، نتقابل كل فترة، نعمل مع بعض قاعدة بس حتى نقعد نتكلم فيها ونهزر، نتقابل في أي مكان نقعد نفطر مع بعض، مش عارفة ايه كده، يتعرفوا على بعض ويحسوا ان احنا شبه بعض. واكتر حاجة بقى كانت بتبسطني قوي ان هما بيطلعوا منها ايه ده، هو انا مش لوحدي اللي بحس بكده، ايه ده، هو انا مش لوحدي اللي عندي مشاكل. دي لوحدها بتطمن. طبعا انا كان دايما عندي الفكره دي، اللي هو انا الوحيده اللي بعدي بالاحساس ده، وايه ده، هو في ناس زيي كده، بتحس انه انت مش لوحدك، انت كويس كده. انا عاقل الحمد لله. الحمد لله. طيب انا في حاجه انا عايزه اروح لها، اللي هي الجمله انت كنتي قلتيها لي لذيذه قوي، بتاعه قصه المكنسه، بتاعت المكنسه، الدوشه اللي جوه دماغ الواحد بتبقى عامله زي صوت المكنسه، اللي هو اول لما بتطفيها بتحسي ان بالظبط انا بدات بقى ايه استوعب اللي بيحصل، وبدات اهدى، وبدات هل ده بيجي من فكره المالتي تاسكينج، ان انا ببقى شايفه ان المالتي تاسكينج ده حاجه تحفه، وانا جامد قوي، وانا شاطره جدا ان انا قادره تو مالتي تاسك؟ بالظبط. لان هي يعني اوقات الحياه بتزقك ان انت تبقي مالتي تاسكر، صح، بس هل هي أكذوبة ولا هل هي حاجة فعلا صح، ولا أوقات وأوقات؟ سؤال عميق قوي. ايه السؤال عميق؟ خد نفس. طيب، هو كل بني آدم مننا جواه صوت داخلي، فالصوت الداخلي ده الدوشة اللي حواليكي مش بتخليكي تسمعيه. الدوشة اللي حواليكي بتبقى شبه صوت المكنسة اللي أول ما بتطفي بتحسي ان الدنيا فجأة بقت بالنسبة لك بقى. شوفي انتي اكتر حاجة مزعجة ليكي ايه، صوت مكنسة، صوت خلاط يعني. أيوه. الكلاكسات اللي في الشارع، شوفي انتي ايه اكتر حاجة بالنسبة لك مزعجة، واول ما بتسكت بتبقى كده. اكبر مثل فعلا انا كان قدامي ده وقت الكورونا. الكورونا اتعمل لنا فيها بوز اجباري كلنا. الكون فجأة وقف، وده اكبر دليل على انه هو مفيش حاجه مهمه قوي. مفيش حاجه، في حاجات مهمه بس مش قوي. عارفه، كان لسه كنت بسمع اغنيه لحمزه نمره اللي هي مفيش حاجه تستاهل تبقى قلقان قوي وفرحان قوي اوكي، ما سمعتهاش لسه، بس هي كلها مشاعر، والمشاعر موجوده. انت ممكن تبقي غضبانه وحزينه وزعلانه ومحبطه وحاسه بخذلان واي حاجه، كل دي مشاعر، بس ليه احنا حطينا لها قوي؟ هو احنا لازم نحط التاتش بتاعنا يعني ليه لازم كل حاجه تبقى اوفر كده؟ ليه كل حاجه قوي؟ لا عادي، ممكن اقلق، بس ليه اقلق قوي؟ ما هو اللي انا فيه ده هيخلص زي ما اللي كنت فيه قبل كده خلص. انا فرحانه جدا دلوقتي، اوكي ماشي، انا فرحانه جدا، وشويه ممكن ازعل برضو. هي الدنيا كده طالع ونازل، ايه المشكله يعني؟ فصوت المكنسه ده او صوت الدوشه اللي حوالينا بيغطي على صوتك الداخلي، فبيغطي على احتياجاتك، بيغطي على الحاجه اللي انت نفسك تعمليها، بيغطي على المهام الحقيقيه اللي وراكي. المالتي تاسك موجوده طبعا، كلنا عندنا حاجات كتير، بس احيانا لو وقفنا وفنطناها كده هتلاقي انه في تاسكس اصلا انت مش محتاجاها دلوقتي، انت ممكن تأجليها. في حاجات انت مش بتاعتك، هي اتحملت عليكي فبقت لود. في حاجات تانية انا حملتها على نفسي بس لمجرد اني حطيت نفسي في وضع مقارنة. مثلا يعني زي دلوقتي مثلا الامهات الصغننين الحلوين اللي بدأوا يدخلوا ولادهم مدارس، انا لازم ادخل المدرسة الفلانية عشان قرايبي، عشان اصحابي، عشان ما اعرفش ايه. مين اللي ألزمك بده؟ انت محتاجة، انت امكانياتك تسمح بده؟ لا. لا، بس هتشقلب كده لحد ما امكانياتي تسمح. فانت حملتي نفسك بحاجة انت مش محتاجة لها، مش عايزة تروحي في الحتة دي، ممكن تستثمري في حتة تانية احسن، وهكذا. فاحنا بقينا لمجرد المقارنات اللي احنا عايشين فيها، اللي بتدخل جوه دماغنا غصب عننا وبتتخزن في عقلنا غصب عننا عن طريق السوشيال ميديا طبعا، فبقينا نعمل لود على نفسنا.
فما بقتش عارفه هو انا بجد محتاجه ده ولا انا مش محتاجاه، هو انا عايزه اعمل ده ولا انا مش عايزه اعمله. فحتى التاسكس اللي عندك دي فنطيها لو سمحتي، ابتدي كده حطيها قدامك، انا محتاجه ده دلوقتي ولا ده يتاجل ولا ده مش ايه. فاحنا لا، احنا مش مالتي تاسك. لا. مش مطلوب مننا. بنتزق اوقات عشان نعمل حاجات كده يعني بطبيعه الحياه بالظبط. بس انا مش المفروض ان انا ابقى مالتي تاسكر وابقى حاجه يعني طبعا. ابقى فخور بيها، لان انا بقيت احس ان هي بجد بتشتت الانتباه. طبعا اللهم لا لأنه- تحملنا ما لا طاقه لنا به. صح. احنا اللي بنحط على نفسنا الحاجات دي. هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا انا بقى بروح زقه واوعوا وحاسبوا شلاليت. وانا هشيل. شلاليت في كل مش الحتت دعوه، دي. انا هشيل بس، مالكوش دعوه، انتوا اتفرجوا وسقفوا بس. انا بصراحه بحس انه يعني في شغلي مثلا لما بكون برد على الموبايل وبرد على التليفون وعندي ايميل وعندي حد بيجي يتكلم معايا، بحس انه بعد ما بخلص كل ده انا اديت لكل حاجه من الحاجات دي وقتها، انا فاكره اصلا احنا قلنا ايه ولا عملنا ايه. فبقيت اللي هو انا عندي ايميل دلوقتي مهم انا هركز فيه، انا عندي مكالمه تليفون هخلصها بعد ما اخلص الايميل. فبقيت اللي هو يعني زي برايورتي، بتحطي اولويات بالزبط. او في نفس الوقت اللي هو نخلص 1 وبعدين 2 وبعدين 3، انما اخلص ال5 كلهم مع بعض ده شيء مهلك جدا للمخ بصراحه جدا. يعني. لما كنا بنتكلم كنت بتقولي لي ان دوشه الحياه ممكن توصل الستات ان هم يبقوا عندهم ازمه في هويتهم، مش عارفين هم مين. صحيح. من كتر الحاجات الكتيره اللي عندهم. صح. بنتكلم بقى كأم، كواحده بتشتغل، كواحده يعني لسه بتاخد بالها مثلا من مامتها وباباها، عايشه معاهم لسه في البيت، فايا كان ايه الستيتس بتاعها دلوقتي. صح. في الاول بس كده ايه هي ازمه الهويه؟ طيب ممكن العب لعبتك وارمي عليكي انتي السؤال واقول لك ايوه تعالي كده شيلي من عندك كل الادوار اللي بتلعبيها في الحياه وعرفي نفسك. مش هسيبك كتير. انا كنت خايفه من القعده دي. انا كنت خايفه. انا مني انا عارفه. اشيل كل الحاجات دي واعرف نفسي انا مين. كل الادوار. طيب خلاص ما تزعليش. حسيت بيكي خلاص. طيب يعني حسيت ان انا هرد عليكي بكل الادوار اللي انا عايشاها يعني. بالظبط. وده كان سؤال سألته في ورك شوب كده لمجموعة من السيدات اللطيفة واحنا قاعدين. طبعا كان كل ردهم ان السؤال يبان سهل قوي بس هو بيوجع، يخض قوي او بيوجع. انتي دلوقتي بتعرفي نفسك اذا مثلا يعني انا زوجة وام كذا كذا كذا، انا بشتغل في المكان الفلاني، انا دكتورة فلانية، انا مهندسة مش عارفة ايه، انا ايا كان. فبتعرفي نفسك بوظيفتك، بأمومتك، بحالتك الاجتماعية، انتي اخت، انتي بنت فلان، انتي مش عارف انتي مين. انتي مين. فمش بنعرف. فهي دي أزمة الهوية. خليني أقولك إن أزمة الهوية الذاتية دي بتيجي في أوقات معينة، هي مش دايما بتهاجمنا ببساطة طبعا، لأن صوت المكنسة شغال والدوشة شغالة حواليكي، فأنتي مش مركزة قوي ايه الكلام، احنا نتفلسف على بعض بقى وهوية وبتاع. بتيجي عند يعني لما بتنتقلي من مرحلة لمرحلة أعمق، يعني انتي بنت ومتدلعة وقاعدة في بيتك وبتاع، وبعدين هوب يلا اتجوزتي، رحتي المسؤولية تانية، فعند الزواج شوية وبقيتي فدي تغيير آخر. انتي قاعدة في وسط عيلتك وأهلك وصحابك، وهوب يلا سافرتي غربة في حتة تانية، في مكان لوحدك. فكنتي بتشتغلي وليكي مركز ووظيفة وحاجة كده حلوة ومحترمة يعني، وفجأة سبتي المكان ده. فانتي عند التغيير القوي ده بتحصل لك أزمة هوية. وعند السيدات بقى بتحصل امتى؟ من أواخر الأربعينات بداية الخمسينات. يعني هي ليها وقت. ليها وقت وليها سبب. لو انتي ما عندكيش الوعي الكافي بانك تعرفي نفسك من زمان، انتي ما عندكيش الوعي ده، فانا بالنسبه لي ايه اللي هيخليني افكر في الهويه الذاتيه؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام كبير قوي مش افكر فيه خالص دلوقتي. لكن هيبتدي امتى؟ لما يبقى في تغير قوي، ولما السيدات سنهم يكبر. لان احنا طبعا في زمن دلوقتي كل الستات
ما شاء الله عليهم حملين نفسهم بحاجات كتير جدا، وحملوا ايضا برضو يعني عشان برضو ما نظلمهمش، برضو حملوا بمهام اكبر. فانت دلوقتي وقت اللي هو بداية الخمسينات ده مثلا بيحصل ايه؟ لو انت بتشتغلي فانت تعبتي من الشغل وقربتي تقعدي بقى وتريحي، ولادك صغيرين ولادك كبروا ما بقيتيش انت الجزء الاهم في حياتهم. صحباتك لو انت مش على تواصل دائم معاهم من زمان، كل واحدة ملخومة في حياتها وكل حد مشغول بحاجة، ففجأة بتلاقي نفسك الدنيا بدأت ايه بقى، عارفة اللي هي بردت ليه كده، هي بردت كده ليه؟ بتسيح على بعض. فتحسي انه بدأتي تحسي بقى انه هو انا مين، طب انا فين، طب انا بحب ايه، طب انا عايزة ايه. تيجي من هنا بقى حتة انه ابتدي ادور على نفسي، اكتشف نفسي. لو ما عنديش الوعي من زمان من قبل كده بتوجع شوية الحتة دي. طب احنا دخلنا في حتتين دلوقتي 2، وده سؤال انا كنت لسه جايله وحضرتك نطيتي عليه على طول، اللي هو موضوع التغيير. بس قبل ما اروح لموضوع التغيير، الأزمة دي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ احساسها بيبقى عامل ازاي؟ هو زي ما قلت لك كده، هل ممكن مثلا يجي انه هل واحده مثلا ممكن يبقى جاي لها تقل كده هنا مش فاهمه؟ هل تحسي مثلا ان هي قاعده كده on an autopilot طول الوقت ومش فاهمه انا بجري ليه؟ ولا هي زي ما بقول لك هي بردت ليه كده فجأة؟ هي فعلا احساسك بانه فجأة حسيتي باللي حواليكي، بانه هو انا لوحدي ولا ايه؟ هو انا ليه حاسه بالاحباط ده؟ هو الشعور الملازم ليها بيبقى احباط. حلو، ده اللي انا عايزه افهمه، شعور فيه احباط انه هو انا كل الجري اللي انا عملته ده ما كانش ليه لازمه، لانه طبعا انا ببقى في اكستريم قوي، ولما بقف بروح رايحه اوتوماتيك على الاكستريم التاني، ما بمرش بقى على فتره التوازن دي خالص. الحاله الانتقاليه دي ما لا خالص، ما بجيش انا في الحته دي. لا انا يمين، يبقى انا عشان ابقى كويسه لازم اروح شمال. طب ما هو في وسط، لا ما بنجيش ناحيتها، ما بيروح لهاش الا اللي شغال على الوعي عنده وفاهم يعني ايه ان انا ايه اللي انا محتاجاه، فابتدي اروح له، مش اللي ناقص عندي فاروح له، لان ممكن يكون حاجات ناقصه عندي بس انا مش محتاجاها. هروح لها ليه؟ هروح لها عشان ناقصه بس مش موجوده، فانا ببقى دماغي بتروح على انه اللي ناقص هو ده اللي انا محتاجاه، رغم ان انا ممكن ما اكونش محتاجاه. فبروح الناحيه التانية، بخبط في حته انه ما هي دي برضو انا مش عايزاها، مش ده اللي بسطني. لو انا محبطه قوي فانا عايزه اتبسط، عايزه اخرج من حاله الاحباط دي فاتبسط، اروح لحاجه مش عندي رغم انها ما تكونش ممكن تكون تبسطني. ما هو انا مش عارفه اصلا ايه اللي بيبسطني وايه اللي ما بيبسطنيش. هي دي الفكره بقى، ما هو ده الوعي اللي انا بقولك عليه. الوعي بيعمل توازن. انا مش هعيش متوازنه عشان برضو نبقى واقعيين يعني. طبعاً. انا مش بعيش متوازنه هي طول الوقت، ups and downs يعني. بالظبط كده، بس انا متقبله لما بقع عليه. انا وقعت في حفره، ما انا عارفه اني مش هعيش طول عمري في الحفره، انا طالعه. فانا تقبلت الحفره وبدات ادور هطلع منها ازاي، حل المشكله ايه. عارفه لما يبقى بني ادم عنده مشكله مثلا، ايا كان ايه هي المشكله، كبيره بقى صغيره ايا كان هي ايه، هي حصلت في مشكله هطلع منها ازاي. لكن اللي ما عندوش وعي هو عايش دور الضحيه وقاعد طول مين اللي سبب المشكله، ما هو انا لو ما كنتش عملت كذا ما كانش حصل لي كذا، ما هم اللي قالوا لي، هم اللي عادوا لي، هم اللي خلوني. انت ضيعت وقتك ومجهودك وطاقتك في ان انت بتدوري على حاجه مش هي دي. دوري على حل المشكله فين، هي حصلت خلاص. طيب السؤال بقى اللي انا كنت لسه قاعدله شويه قدامه حضرتك جبتيهولي دلوقتي هنا، اللي هو موضوع التغيير، الخوف من التغيير او اللي بيحصل لهم تغيير. يعني ايه هو يعني ايه موضوع الخوف من التغيير والمفروض ان هم يتعاملوا معاه ازاي؟ لانه ما هو ده كمان ممكن هو اللي بيسبب الايدنتيتي كرايسيس دي او ازمه الهويه. لو لقيتي نفسك في مكان وهوب يلا نطيتي رحتي على بلد جديده، شغل جديد، ايا كان نوع التغيير. بصي، هو الطبيعي النفس تميل الى الاستقرار، احنا بنميل للاستقرار اكتر، بندور دايما على الامان بتاعنا فين. طب ما هو مش وحش ده، ما هو مش وحش بس احنا ده مش هيبقى وحش لو احنا متقبلين التغيير واحنا عارفين انه اصل الحياة تغيير، مفيش ثابت، هو مفيش ثوابت. هو الاصل في الدنيا التغيير، صح، هو ده الحاجة الوحيدة الثابتة انه في تغيير.
ده حقيقي. فلو احنا متقبلين انه في تغيير، انه هيحصل، انه انا يعني اقل تغيير ممكن نفكر فيه ايه، ان احنا بنكبر مثلا. لو انا متقبله انه كل مرحله عمريه انا همر بيها ليها مميزاتها وليها عيوبها وليها متطلباتها، لما تيجي المرحله العمريه دي مش هزعل، مش هتضايق، مش هبقى شايل همها قوي كده. فانا ببقى عارفه ازاي اتكيف مع ده. هل انا دي يعني ده العادي، ده الطبيعي، الناس كلها عارفه تتكيف مع التغيير؟ اكيد لا. اكيد لما بنمر بتغيير بيبقى فيه خوف، بس الخوف ده خوف طبيعي، خوف من مش عشان انا مش قده، بس عشان انا حاجه جديده عليا. ايوه. فطبيعي ابقى خايفه منها. تخيلي كده انت سايقه عربيتك ولقيتي قدامك شبوره قويه جدا وضباب كبير قوي. انت جيتيلي في مثل يعني، انا اسفه. يعني انا بترعب من الموضوع ده. ماشي كملي يا رحاب كملي. فانت بمنتهى البساطه انت مش عارفه انت داخله على ايه، فده بالنسبه لك مجهول. صح. فكلنا بنخاف من المجهول، يعني لا يعلم الغيب الا الله يعني. فانا طبيعي ان انا هبقى خايفه. بس لو انا بقى يعني مسستمه نفسي كده على الهداوه، ايوه. وان انا متوكله على الله، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى كويس وهيبقى خير، وهبتدي اتكيف وهبتدي ادور على الحاجات اللي تساعدني اني اعيش التغيير ده بالراحه وبخطوات بسيطه لحد ما اخد عليه، مش هخاف خوف طبيعي مش خوف وهمي. ايوه. مش عشان الخوف اللي هو اللي بيوقف او بيشل او لا مش الخوف اللي يجيب بانيك اتاك ده يعني لا مش الخوف ده خالص. عشان في ناس كتير من كتر القلق الخوف بيعمل لها كده، بيجي لهم بانيك اتاك ومش عارفين يكملوا حياتهم طبعا. وده بيحصل وبيحتاجوا يلجأوا بقى الأدوية وقصص يعني. فلا أنا هخاف خوف طبيعي. لو أنا متقبلة بس خوفي ده هسيبه يمر بالراحة، هسيبه يمر عادي. هل انت لو انت في البحر انت بتتحكمي في الموج؟ هو الموج كده كده جاي عليكي، بس انت بتتعاملي ازاي مع الموجة اللي جاية بقى عشان ما تخبطكيش جامد وتوجعك؟ هي دي الفكرة. هو انا في خوف هيمر عليا، بس انا عارفة ان الخوف ده خوف طبيعي ومتقبلة إنسانيتي وبشريتي إن أنا بشر لازم أخاف لأنه في حاجة جديدة أنا همر بيها. طيب أوكي، هبتدي أعمل إيه لما ابتدي أخاف؟ هاخد نفس مثلا، هبتدي أشوف أنا محتاجة أعمل إيه مع المرحلة دي عشان أعرف أتكيف معاها وتمر مرور الكرام عليا، ولا هتعامل معاها إزاي؟ بس اوقات بيبقى صوته عالي قوي لدرجه ان احنا بنبقى مصدقين انه صح. ما ده اللي بيجيب بانيك اتاك بقى ده اللي بيوديك عند الدكتور بقى. ده اللي بيدخلنا في حته الامبوستر سيندروم، اللي هو يعني انا مش، لا انت مش قد الخطوه دي، بلاش تعمل كده علشان ما تلبسش نفسك في حيطه. هقولك يعني ليه. عشان انت اتحطيتي على الاوتو بايلوت، عشان انت بيبتدي عقلك يرميلك تجارب سابقه مريتي بيها وعطلتي فيها كتير، او وجعتك قوي ومعرفتيش تتعاملي معاها، رغم ان انت ممكن تكوني اشتغلتي على نفسك وعرفتي ازاي خلاص انا كبرت مثلا فبقيت عارفه اتعامل ازاي. انا ما بقيتش الطفله الصغيره مثلا اللي بيتزعق لها وتقعد تعيط على جنب، انا ما بقيتش اعطل قوي عند اي مشكله تقابلني. اول ما بيجيلك الخوف ده انت بترمي بقى كل خبراتك دي على جنب وبتروحي تستعيدي الذكرى القديمه اللي انا كنت بقعد فيها اعيط على جنب ان انا كنت بترعش انه وهكذا. فيبتدي يستعيد ده. انت اتحطيتي على الاوتو بايلوت، وقفيه. ما انا لسه قايله الريموت في ايدك، وقفيه. انت وقفيه وابتدي استعيد. لا ثانيه واحده، انا اتغيرت، انا بقى عندي خبره في التعامل مع المشاكل، تعرفت على ناس اكتر فبقيت عارفه ازاي ارد كويس. محتاجه مهاره معينه، اوكي انا هتمرن عليها عشان اعرف اتعامل احسن. طب بس لو انا كنت اوريدي محققه نفسي في كذا حاجه قبل كده وجيت برضو بقع في نفس الحته دي وحاسه ان الصوت عالي ومصدقاه، لا بلاش تعملي كده. خدي وقتك، خدي وقتك، لازم تاخدي وقت. مش ما اسمعلوش بقى، اسمعي صوتك. ما انت لازم يعني تفصلي ما بين هو انا محطوطه دلوقتي على الاوتو بايلوت ولا ده صوتي الحقيقي. انا فين بالظبط؟ ده بيتسمع ازاي ده؟ انا بفصل، ما بعرفش اسمع. ده بيجي منين ده؟ بيجي منين ده؟
بحس انه يعني مش عارف عالي، صوته عالي. بيبقى صوته عالي قوي لدرجه ان انت بتصدقيه، وبعدين لما بتعدي المرحله دي وبتوصلي للي انت عايزه تعمليه بتقولي الحمد لله ان انا ما سمعتش للصوت ده، والحمد لله ان انا عملت اللي انا كنت بفكر اعمله، رغم ان انا كنت خايفه وما كنتش مصدقه نفسي ان انا عايزه اعمله. اعمل الصح، عارفه انت ايوه يعني اعمل ايه؟ ايوه يعني اعمل اعمل ايه؟ الصح. ساعتها انت بتوقفي خالص، بتفصلي تماما بقى، وبتشوفي هو انا دلوقتي انا خايفه بجد عشان انا افتكرت حاجه معينه هي اللي مخوفاني فاستعدت فيها الذكرى القديمه، ولا انا خايفه عشان دي تجربه جديده ما انا مريتش قبل كده بده خالص. لو اكتشفتي ان هي تجربه جديده عليكي وانتي فعلا ما مرتيش بيها خالص، يبقى ده خوف طبيعي، سيبي نفسك ليه. اوكي. احنا بنلجأ بقى ساعتها اولا طبعا يعني استخير واستشير. استخاره، اعملي الاستخاره وسعي وكملي في خطواتك، متيسره وتمام هتمشي، مش متيسره هتقف لوحدها، بس انتي مكمله، انا سعي، انا بشتغل سعي. بس استشير هنا بلجأ بقى لحد خبير في النقطه دي يقول لي هو ده صح، ده مش صح، هو انا لو هعمل كذا هعمله ازاي، ايه الطريقه الصح اللي اوصل بيها لنتيجه كويسه. والنتيجه طبعا بيد ربنا في الاخر، صح، هي مش بإيد حد فينا، فاحنا مش موكلين غير بالسعي، احنا بنسعى. فبس لازم تروحي موقفه شويه الاول، عامله بوز كده عشان تعرفي تفرقي هو دي ذكرى، دي استعاده ذكرى قديمه، وساعتها هتعرفي تفرقي كويس جدا. ساعتها فعلا اول ما هتفكري في انه هو ده فكرك بايه، هو انا خفت دلوقتي عشان ده داس على ايه، داس على ذكرى قديمه فكرني بحاجه معينه، ولا لا دي تجربه جديده انا ما مريتش اصلا قبل كده بحاجه زي كده، فساعتها هستشير. حلو قوي، حلو قوي كده، نقدر نفرق بين الاثنين بقى عشان بالزبط. اعرف هاخد اي بالظبط طريق. جميل. الحاجات برضو اللي هي لأي حد بيبقى محقق ذاته، بغض النظر عن كم والحاجات اللي هي بتبقى محققاها كست، بس برضو لسه بتطلب الإحساس الفاليديشن اللي حواليها. ليه بقى بتعمل كده؟ عشان احنا اتربينا على كده. بجد؟ اتربينا على ان احنا لازم احنا اتربينا على كده طبعا. طبعا احساس الفاليديشن مختلف عن ان انا اخد رأي حد فيطمني، ولا يعني لان انا ده حسيت ان انا اتلخبطت فيه بصراحة. ما هو بيبقى ليه علامات عشان تعرفي. ايه هي بقى العلامات دي؟ هرجع لك بس حته الاول. هو احنا اتربينا على كده ان احنا مستنين دايما الفيدباك من اللي حوالينا، مستنيه حد يسقف لك عشان يقولك ان انتي شاطره وماشيه صح، مستنيه هديه عشان بابا وماما يرضوا عنك، مستنيه الحب المشروط يعني. فانتي مستنيه فيدباك دايما عشان يبقى اللي حواليكي انتي تمام ومكمله صح. فاحنا اتربينا على كده، فطبيعي ان احنا لما بنكبر على كده دي المعتقدات بتاعتنا فبنستعيدها عادي. طيب هو ده موقفني قوي يعني معطلني، ولا لا والله عادي مفيش مشكلة؟ هتعرفي ده امتى؟ هتعرفي لما يبقى في قرارات معينة محتاجة تاخديها وما تاخديهاش، تقفي لحد ما تستني رأي اللي حواليكي هيقولولك ايه، وهم مش خبراء في حاجة، بس اللي انتي تعودتي ان هم لازم يبقوا راضيين عنك، فتقفي ما تكمليش قرارك ده. لما تبقي مش شايفة نفسك بتحققي أي نجاحات أو إنجازات، دي علامة تانية. شايفة نفسك عادي يعني، ما أنا بعمل كل الناس بتعمله. هو أكيد مفيش بني آدم فينا عادي، مفيش بني آدم ربنا خلقه عادي وطبيعي كده، عنده حاجات مميزات مختلف فيها مخليه دايما هو اللي منور في وسط المكان، بس هو ما بيبقاش شايف نفسه. فانتي لما بتقفي شايفه نفسك ما بحققتيش اي نجاحات اي انجازات، مستنيه الناس اللي حواليكي تسقفلك وتشكر فيكي عشان تحسي بانه ده انا كويسه اهو شاطره يعني وكده، لما تلاقي نفسك عايزه تاخدي قرارات وتقفي في القرارات دي ما تاخديهاش لانك مستنيه الناس تقولك تمام صح كملي ولا لا. فدي علامات تقولك انت مستنيه فعلا الفاليديشن من الناس ولا لا عادي يعني، جه اهلا وسهلا، ما جاش مش مشكله انا مكمله. ده بقى بيبقى الحل. دي العلامات. دي اللي تقولك ثانيه واحده، دي اللي توقفك. ايه اللي يحركني بقى؟ دي الحاجه اللي تروح موقف بيبي ستيبس بقى. هنا بقى بنقول خطوه صغيره يا جماعه. الناس مش مؤمنه بالخطوات الصغيره خالص. ليه؟ لان احنا مستعجلين. انا عايزه انجاز،
انا رحت الجيم بقالي اسبوع وما فيش اي تغيير. العضله ما كبرتش. ايه ده؟ ده انا والله عامله دايت والميزان زي ما هو، انا بقالي اسبوعين اهو، ده انا دايت ومش عارفه ايه وما فيش اي تغيير. فالناس مستعجله. كل ما انا مستعجله على الانجاز، انا طول ما انا مستعجله انا عايزه الاقي انجاز بسرعه، ابقى انا مش راضيه اصلا عن الخطوات اللي انا بعملها. انا بعملها عشان انا مش عارفه اصلا هو ايه الهدف، هو انا بعمل ده ليه. انا بعمله وخلاص يعني، ما مستنين بقى الانجازات والاهداف برضو عشان الناس تسقف لي، مش عشان انا ابقى كويسه وراضيه على نفسي. بس ده ما يمنعش ان احنا نستشير الناس وناخد رايهم، انه يعني ايه ما هو رايك أنهي نعمل ناس؟ ايه اللي هم بجد هيزقونا ان احنا ناخد خطوات حلو. صح وايجابيه. تمام، حلو جدا. ابقى انا عارفه مختاره الناس اللي هسالهم. انا مش رايحه احكي لحد وخلاص، مش رايحه احكي لاي حد وخلاص. انا يعني ليا مثلا، لو ليا واحده صاحبتي كل يوم بننزل انا وهي نفطر فطار متين يعني وتمام، فجاه اقول لها لا الفطار ده بدا يأذي صحتي، فانا هبتدي اخد بالي من نفسي وهبتدي بقى اروح شوف خبير تغذيه، شوف الجيم، مش عارفه ايه الكلام ده، مش هتشجعني، هي صديق سوء اصلا. فانا بختار مين اللي انا هاخد رايه. اخد راي مين؟ مش وحش طبعا، ما انا لسه قايله استخير واستشير. استشير حد بيفهم في اللي انا رايحه اساله عنه. اسال حد يكون صادق معاك، واضح وعارف ان هو هيديني النصيحه وحتى لو فيها نقد يعني، بس نقد ما يعطلنيش ما يوقفنيش. ايوه، نقد صح، نقد زي ما بيقولوا كده، نقد بناء ولا نقد هدام. بناء. ايه فيهم، فتعرف تفرق ما بين ده وما بين ده. فاحنا طبعا بنحتاج رأي ناس، ميزة الصحبة برضو. جميل، حلو، صح، موافقه معاكي. وده برضو مرتبط بحاجه اسمها تجديد النيه. صح. ايوه صح. انا عارفه انت ضحكتي ليه. ايوه. يعني دايما كان عندي مشكله في الموضوع ده، اما كنتي مثلا تقولي لي جددي نيتك. ايوه يعني اعمل ايه تاني؟ جددي نيتك. ماشي، حاضر هجدد نيتي. الناس تعمل ايه بقى؟ انا خلاص وصل لي المعنى بعد فتره طويله. وصل لي المعنى، الحمد لله الحمد لله. يعني لما حد يقول لحد جدد نيتك، ده المفروض الست تعمل ايه في الحته دي؟ طيب جددي نيتك عشان تفكرك دايما انت بتعملي ده ليه. هو انا بعمل اللي انا بعمله ده ليه؟ ايه نيتي منه؟ انا بس عشان زي ما بقول كده الناس تشوف ان انا بعمل حاجة كويسة وتسقف لي، ولا عشان المفروض ان انا اعمل كده اصلا، رغم ان انا معرفش مين اللي فرض يعني حاجات، احنا بنشتغل بمفاريض وهمية. ايوه. ولا عشان انا بعمل ده عشان اخد بالي من نفسي، عشان انا بعتني بنفسي، انا مهتمة بيها وانا عارفة انه انا استحق ده، فيبقى انا لازم اعمل حاجة كويسة لنفسي. فجدد نيتي هنا انا بجددها، عارفة بتعرفي الهدف، البيج واي زي ما بنسميها. ليه بتعملي ده؟ ليه بقى احنا بنقول دايما جددي نيتك؟ كأنها استعادة لإجاباتك على الواي دي. قبل ما بعمل اي حاجة لازم احط البيج واي دي واجاوب عليها. انا هاخد الخطوة دي ليه؟ هتحقق لي ايه؟ هتوصلني لفين؟ ليه بقى؟ عشان انا لما ببتدي حاجة همر بفترة اروح واقعة فيها. ما احنا لسه قايلين بقى هي رسم قلب كده، طالع نازل طالع نازل. وانا بعمل حاجة معينة او بحقق هدف معين، همر بفترة فيها احباط، فيها خذلان من اللي حواليا. ايا كانت ايه الوقعة، هتقعي. لما اقع بقى ايه اللي هيساعدني ان انا ارجع تاني؟ تجديد النية واجاباتي على البيج واي بتاعتي. افتكر انا اصلا ليه كنت عايزه اعمل كده. طبعا مجرد ما تفتكري انت هتحسي كده بحاجه حلوه كده بتمشي جواكي. تسرسب جواكي كده انه ده انا كنت عايزه احقق كذا وعايزه احقق كذا، وانت بتفتكري ده بيدخل جواكي شعور حلو، بيهاجم بقى شعور الاحباط اللي مسيطر جوه. ده حقيقي. فتبتدي تستعيدي تاني نشاطك وقوتك، بس واحده واحده، على الهادي، بالهداوه، خطوه خطوه. ما تستعجليش على نفسك، اوعي تستعجلي على نفسك.
ادي نفسك وقتها. لما تتعبي تقبلي ان انت تعبانه وارقدي في السرير، اقعدي شويه، من حقك ترتاحي. انا عندي مشكله في الحته ما دي. انا عارفه مشاكلك كلها. خلينا نكمل الحلقه كده على خير. طيب برضو ارتباطا بموضوع تجديد النيه ده، اكيد يعني عندك مثلا ممكن انت تقوليه بدون تفاصيل لنموذج مثلا حد من الكلاينتس عندك قدرت فعلا ان هي تلاقي نفسها وتشتغل على نفسها وتوصل لحاجه هي كانت عايزه تعملها. خدت معاها مثلا، هل يعني كانت فتره طويله ولا قدرت تعملها ازاي؟ يعني عشان بس برضو لو في حد عنده شويه question marks كده جوه دماغه، اللي هو برضو طب ماشي ابدا منين؟ هو البدايه لازم تبقى خطوه صغيره. امثله الحمد لله امثله كتير للناس اللي استمرت. انا يعني مش عايزه احبط حد، بس مضطر اقول انه تغيير، عايز تغير حاجه في حياتك، دي رحله عمر، دي حياتك. فانت هتقابل تغييرات، بس عشان تقابل التغيرات اللي بتحصل لك بطريقه كويسه وانت متقبل وتتكيف معاها، محتاج تكتسب مهارات جديده، فلازم تبقى عارف نفسك كويس. فعندي امثله الحمد لله عندي امثله كتير، بس الكلاينتس كملوا فترات طويله معايا، اشتغلوا فترات طويله، مش اشتغلوا مده قصيره. اللي بيشتغل مده قصيره وبيحس ان هو تمام انا وصلت التوب كده انا زي الفل، تغيب ولاقيها راجعه تاني باحباط جديد. ما انت ما كملتيش، ما انت استعجلتي على الانجاز، انت استعجلتي. ما قلنا واحده، بس هي عشان مش راضيه بالخطوه الصغيره شافت انها لازم تنط بسرعه فتعبت، فاول خبطه قابلتها وقعتها تاني، ما تقبلتش اصلا. في ناس فعلا عندها مشكله في موضوع الخطوات الصغيره دي، بيستقلوا بيها بالظبط، فاكرين ان الخطوات الصغيره دي ولا حاجه، بالعكس ده الخطوات الصغيره دي اللي هتوصلك للخطوه الكبيره. بس احنا ما عندناش صبر. صح، احنا من كتر السرعه اللي حوالينا ما بقاش عندنا صبر. يعني حتى الصبر ده مهاره يا جماعه، والله محتاجين ان احنا نكتسبها، نشتغل عليها، وبنشتغل عليها كتير. صحيح. طب هنكشك كده شويه. شو حاجه عايزة بسيطه ايه؟ يعني هنكشك شويه. انتي شخصيا عديتي بالحته دي، عديتي بموضوع ازمه الهويه وان انا بدور على فاليديشن من الناس اللي حواليا وكده؟ طبعا، ما انا مش كائن فضائي، انا زي كل الناس. انا بني ادم عادي. طبعا اوكي طبعا. ما يعني اللي فهمني ده قوي ازاي، ان انا زي ما قلت لك قبل ما ادخل اصلا في موضوع مجال الكوتشنج ده خالص، ان انا كان عندي الازمه دي، في فكره الاكتشاف، فكره الاستعجال. انا شخص مستعجل، ارد بسرعه، ما اسمعش كويس، اخد قرارات بسرعه، عصبيه على طول. شفت بقى مساوئ كل ده على حياتي. ما انا برضو مش راضيه، انا برضو مش عاجبني. فهنا خدت القرار. ما هنا القرار ده ان انا هاخد خطوات صغيره وبسيطه، هو ده اللي انا شغاله عليه من مش اقل من 8 سنين دلوقتي، ولسه بتغير، ولسه بقع، ولسه بقى احبط عادي، بس متقبله بقى. عارفه امتى وانا مستعجله وبجري كده اروح اطفي بقى، اطفي صوت المكنسه شويه، اهدي بقى كده. ايوه اهدي بقى كده. يعني احلى حاجه اتعلمتها ان ابدا يومي ازاي، ابدا يومي بالهداوه ازاي، ايه الحاجات اللي بتبسطني، عشان لما اتضايق وابقى متنرفزه اروح لها فاهده. فتعلمت كتير ودربت مهارات كتير، واكتسبت مهارات جديده كتير، وعملت صحبه حلوه وصحبه جديده. صحبه لما ببقى متضايقه ببقى عارفه هم دول اللي انا رايحه لهم، ابقى عارفه، بقيت اعرف اكلم مين. الدوائر بتاعتي عملت لها فلتره، كلنا محاطين بدوائر علاقات، الدوائر دي لازم تتفلتر كل فتره. مين اللي يفضل وبتتغير طبعا كل فترة. انت عارفه دايما كنا ايه اللي هو دور على صاحبك القديم. طب هو انت عارف صاحبك القديم ده اتغير قد ايه؟ هو انت فاكر ان صاحبك القديم ده هو زي ما كنتوا وانتوا صغيرين؟ ما يمكن لما تيجي تقابله تلاقي هو مش شبهك اصلا، ده بالعكس ده وجوده هيأذيك. صح. فالصحوبيه مش قصه بس العشره والعيش والملح والكلام ده، لا الناس بتتغير. فانا هبقى محتاجه بس شويه وعي كده وعنايه على فلتره الدوائر اللي حواليا، ابقى متقبله عادي. حلو قوي. يعني احنا لو لخصنا اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا اتكلمنا في الخطوات البسيطه،
واتكلمنا في انه يبقى عندي صحبة كويسة، واتكلمنا في انه حبي نفسك، خدي بالك من نفسك. اكيد. حلو قوي روبي، نعم. مبسوطة قوي بجد، كانت حلقة لذيذة قوي. انا اللي مبسوطه قوي والله Thank you والله بجد، انت ميرسي قوي نورتيني بجد. النهارده. حبيبتي ميرسي يا دودو، شكرا. ربنا يخليكي. انا اللي مبسوطه بيكي قوي 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 يعني، ومبسوطه ان احنا قعدنا قعده لطيفه كده. الحمد لله، كنت شكرا. وحشاني.